السلام عليكم اخوان، تحياتي، مشتاقيكم اخوان. هنا الراحة النفسية اخوان، فرجوا. بس حبيت انوه على موضوع اخوان، بالنسبة اللي يقولون الاصفر نزل او وقع سوقه، هذا الحكي مال البياع الشراء يا اخوان، مال دول الدلالين. بس الجناي انصعد والنزل. هساني بالاساس جناي كمرلي، بذاك الوقت كنت جامعهن بغرفة 150 دا احكي لكم، هاي بالتسعينات. انا جناي كمرلي لغاية هاي اللحظة عندي من رسل. فهو جناي ونفس الشيء جناي الاصفر او انصعد والنزل، هو بعد هو صايغ مال ذهب يهمه. بس هاي البياع شرايه وذول الحشاك الحولكيه اعتياد جايه يقول لك نزل الطائر، هاي اللي ما يقدر يبزر، اللي ما يقدر يرههم. يعني نصيح لهم ذولا مع احتراماتي لك محاربي النجاح. فاخوان قدامكم الاصفر يزيد ما ينقص، وهو واهز، ومشتاقيكم هوايه. تحياتي لكل الاصدقاء وكل المحبين، خصوصا المتواصلين ويانا. وان شاء الله يا ربي الايام القادمه نكون افضل، ونكون بمستوى افضل، وتحسين الطير يكون افضل عندنا، والتبذير افضل. اخوان اكو هم فقره هم ثانيه، ولو طولت عليكم بالفيديو. اخوان يطلع له فرخه ويحطها، وكل ساعه فارها من شكل، وهذا تبذيرنا وهذا تبذيرنا. ومن تجي تعرض له مخلف ومصفي العواشر يقول لك هذا طير بعده. شو انت مخلف ما ينحسب هذا الطير. زين انت شلون لازم تطلع فرخه وتقلب بيها وهذا تبذيرنا وهذا تبذيرنا؟ ما استحيت يعني؟ مو عيب عليك؟ شنو تبذيرنا؟ عندنا 250 اصفار. يعني اذا ما اريد ادق، ما اريد ابزرن، اما القى جواهن 20 30 اطلع لي فرخه واصيح هذا تبذيري؟ عيب هاي السوالف عمي. شنو السالفه؟ احنا مو ننزل هالمستويات. المهم اخوان، ما اريد احد يزعل علينا، بس هو الدين نصيحه، لان ننصحكم يعني عن هذا الموضوع. لازم له فرخه ويفر بيها، وكل ساعه قالبها. شنو هاي؟ من على عين فايق الشيخ، شنو هاي؟ يلا تحياتي لكم.